زياد سجلناك. زياد لحظة يا زياد، نحن كيفاش نتكلم؟ تكلمي يا عزيزتي، تكلمي. الله تمام. الحناوي انت كنت المايك. زياد عندك دائما دوشه، انت وفين؟ انت في شركه ولا في مصنع ولا فين؟ انا اتمشى على الكورنيش. لا هذا مش صداع الكورنيش، لا يمكن. على كل حال سوف اتركك مع شيخنا الدوسري، تمام؟ واذا كانت هناك مداخله ابو محمد زبلان تفضل. اذا عندك ابو محمد تفضل شيخ الدوسري. انا عندي بس تعقيب على الاخ شمس الدين اللي قال انا من اتباع السيد. لا اوقفك لحظه زياد. ما قصدت شيء يعني. اسمعني زياد، اذا كنت تريد ان ابقى احترمك انت كذلك ابقى معي. الان ليس وقت شيخنا شمس الدين. شيخنا شمس الدين عنده شغل، راح له لما يرجع تتكلم معاه. الان انت مع شيخ توضيحات لا خليها لما يرجع الرجل، تمام؟ خليها لما يرجع الرجل، متفقين؟ لا متفقوا يا سجلت، بس اكو بعض التوضيحات لانه يقول انا حتى يرجع الرجل. هو اسمعني، الله يرضى عنك، انت ذكي، تمام؟ خليها لما يرجع الرجل انت حتكون في مواجهه مع الرجل. الان انت مع شيخ الدوسري، تمام؟ تفضل شيخ الدوسري. ممكن نسألك سؤال؟ الدوسري نسألك سؤال بالاصول ايه؟ ماشي. عندنا سؤال بالاصول، هل خلق الله ادم على صورته؟ طيب جواب. الجواب هنا بكل بساطه، هنا اتت كلمه على صورته مرجعها، قالوا الهاء راجعه لمن؟ راجعه لادم. وكذلك على صورته اي انه جعله بالصوره الحسنه. لاحظوا معي، بالصورة الحسنة، كما الصورة الحسنة، واضح معي؟ لأن الصورة الجميلة، لأن الله جميل يحب ماذا؟ يحب الجمال. فهي المعنيين كلها صالح، وليس معناه أنه مأخذ صفات الله وذات الله، ولم يقل أحد هذا من أهل السنة والجماعة. سؤالي لك لا لحظه بس ثواني استاذ، ثواني بس خليني انقل لك قول وانت بعدين عقب. شوف، يقول ابن تيميه في كتاب بيان تلبيس الجهميه بعد نقله حديث الصوره، يقول فاتفق السلف والخلف على روايه هذا الخبر مثل عطاء بن ابي رباح وحبيب بن ابي ثابت والاعمش والثوري على ان ارجاع بان الروايه الله خلق ادم على صوره الرحمن، بل كانوا متفقين على هذا على الاطلاق. ماشي. ابن تيميه يقول هناك اتفاق السلف وضرب، قال الاعمش والثوري يقول على ان الضمير يرجع على صوره الرحمن. شو تقول انت؟ قبل قليل قلت لي لا. اسالك تعقب على ابن تيميه. خليني اقول لك الان لما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نبحاول بشكل نصا، لكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخلون الجنه كصوره البدر. ماذا؟ كصورة البدر. البدر وش؟ القمر المكتمل. فهل هم مثل القمر المكتمل؟ انا جاي انقل لك قول ابن تيمية. تفضل يا زيد. ابن تيمية لك تعقب. زيد. لا زيد وينك؟ كتمتوني بعد ما اقدر اتكلم. زيد. انا اعقب لك يا زيد. لا مو كتمتوني بعد ما اقدر اتكلم استاذ. انا اعقب لك على كتاب. جاوب على السؤال عشان نمشي، بس عشان نمشي. انا كملت. فهمت بس انا كملت. فهمت استاذ. نبدا الجواب. هذا رسول الله يعني يعطيك فشي مجازي، يعني فشي الرسول بالقول مجازي يعني مو نحو الحقيقه. تفهم شو الحقيقه والمجاز؟ بس بس خليني اكمل يكفين زيد. بس خليني اكمل. ابن تيميه يقول اتفق السلف على ان صوره الرحمن. لا عزيزي، انا محترمين يا زيد. جاوبنا على ابن تيميه. انا جاوبك الحين، انت خلاص جاوب. بكل بساطة، مثل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كصورة البدر أو كالبدر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث وليس نصا، لأني لست بحافظة بنص. فهنا يأتي نفس المعنى، فهي كالصورة الجمالية وليست كالصورة الحقيقية لذات الله سبحانه وتعالى، وإنما ليست على حقيقة الله سبحانه وتعالى، لا يأخذ صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هي الصورة الجمالية، أي أنه جميل
أجمل المخلوقات، أجمل البشر، فهي صورة جمالية. كما أهل الجنة يدخلون الجنة وهم فيهم الأبيض والأسمر والملون ومختلف الألوان والأسود شديد السواد، مع ذلك يكونون كصورة البدر المكتمل. فأنت انظر إلى صورة البدر كجمال، فلا يأخذون صورة البدر كحقيقته، وإنما يأخذون الصورة الجمالية. هذا بينا الآن. سؤال بس فهمني ثواني. انت هسه كلامك وافقت الشيعة استاذ، بس خلينا نسمعني. لا مو عندك مشكلة ابن تيمية، ما حدك ابن تيمية. ابن تيمية عن ان الله عنده لذة العقلية، اي انه لذة عقلية، انه يشتهي النساء. عزيزي انت هسه ما رديت على ابن تيميه، يقول اتفقت الخلف والسلف، ما رديت على انت رايك. لا انت ردك صار موافق للشيعه، انت ردك صار موافق للشيعه، ما يصير. لا انت دافع على ابن تيميه ليش؟ لا عزيزي انت ليش ابن تيميه بس استاذ ابن تيميه شلون رجع قال على صوره الرحمن؟ معناه هذا تشبيه لله لذة عقلية. عزيزي لا فهم، انت جاوبنا على ابن تيميه، شوف ما تبي وانا ارد لك على هاي. جاوبنا على شيخي الدوسري الله يرضى عنك، زياد اقرا لنا كلام ابن تيميه، اقرا لنا كلام ابن تيميه بالتمام. ماشي شيخي الدوسري عندك جميع اختصاصات شيخي الدوسري. ماشي اسرع قاتشي. شوف يقول ابن تيميه بعد ما نقل الحديث، شو يقول؟ يقول ابن تيميه في بيان تلبيس الجهميه بعد نقله الحديث، يقول فاتفق السلف على روايه هذا الخبر ونحوه، مثل عطاء بن ابي رباح وحبيب بن ابي الاعمش والثوري واصحابهم من غير نكير سمع من احد من هذا في ذلك العصر، مع ان هذه الروايات المتنوعه في مضمونها الاشتهار دليل على ان علماء الامه لم تنكر اطلاق القول بان الله خلق ادم على صوت الرحمن. افتح لك الكام تبين لي من وين تقرا. تمام زياد، راح اعطيك الصفحه لا لحظه زياد، لنكون يعني متفقين. افتح لك الكام واقرا لي من ما تقرا. تمام ماشي شوفي يطلع. ما تنفتح. تفضل زياد. ما شو الكاميرا ما تنفتح عندك، الكاميرا ما تنفتح عندي ست، الكاميرا ما تنفتح عندي، الكاميرا ما تنفتح عندي، الكاميرا ست، الكاميرا جاي احاول بيها وما قاعد تنفتح عندي، ما اعرف ليش. ليه ما عندك ثلاثية؟ كم عندك عدد مشاركين؟ كم عندك؟ نعم اختنا جنات اطلبي منه باقي الجزء من الصفحه فقط لا اكثر ولا اقل. تكلم صلاح. زياد كم عندك عدد الرواد؟ كم عندك في الصفحه مالتي؟ ما شو ما قاعد. اعطينا جزء فقط ورقم الصفحه نطلع كل شيء. ممكن عطني الكلام الاول مع انه كلام ابن تيميه رديته، وهي الصورة اللي قلت لك الآن كمثل صورة يدخلون الجنة على عزيزي على صورة الرحمن. أنا راح أقرأ لك كلام ابن تيمية، إذا كان في الرد من ابن تيمية راح أقرأ لك، لكن أبيك تحكم لي على أنه لا أخونا الكريم ما تقراش، لا حتى يجيب لنا الجزء ورقم الصفحة أحسن، لأن الطريقة حيوات بهذه الطريقة ما ينفعش. خليني أجيب الملف دقيقة، أنا بجيب الملف. ممكن تعطينا الجزء ورقم الصفحة حبيبي؟ خلي يجيبه، هو كتاب بيان تلميذ، بس خلي يجيب الجزء يا عمي. الكتاب أنا مفتوح، والكتاب دقيقة برك، والكتاب من 8 أجزاء، الكتاب أنا عندي. ممكن تعطيني رقم الجزء ورقم الصفحة فقط لا أكثر ولا أقل، هذا اللي طلبناه. أيوة زياد، أعطينا رقم الصفحة والجزء، ما في مشكلة زياد، الله يرضى عنك. بيان تلبيس الجهمية في التأسيس بدعم كلمة المؤلف تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الحليم ابن السلام ابن عبد الله ابن القاسم، هذا كل عارفين، وهذه كل بداية الكتاب. أعطينا رقم الجزء والصفحة. لا بيان تلبيس
لا عزيزي بس بيان تلميذ الجهمية الجزء السادس لابن تيمية. الجزء رقم السادس حلو قوي. الجزء السادس اعطيني رقم الصفحة. رقم الصفحة رقم الصفحة 373. 373 حلو قوي. شايف كيفاش يعني ما فيش يعني لا غاب الطبعة مختلفة عزيزي، غاب الطبعة مختلفة بس هو انا قريت لك اياه. انت لا دقق علشان انا اريد انت منين تقرا؟ هل انت تقرا من الكتاب الاصلي؟ الكتاب الأصلي تقرا انت لا من الكتاب الاصلي، من الكتاب الاصلي. الكتاب الاصلي نفس الصفحه. معليش خاب اختلاف الطبعة ما معقول يعني ليش؟ انا هسه اريدك ترد لي بس على الشبهه مال ابن تيميه. ابن تيميه لماذا هنا يشبه؟ شبهه انت جايب كلام احنا ما عارفينه فيه. انت جايب كلام، انت ماك جايب اقرا الحديث من اول واخر. اتحداك تقرا الحديث من اول واخر. عزيزي اللي قاري لحظه اللي قاري كتب ابن تيميه يعرف ابن تيميه مقصده من يقول على صوره الرحمن، يعني ابن تيميه قاعد يشبه. يا جماعه خلوني بس ارد عليه. اسمعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع. لحظة شيخي الدوسري أسلم. الله يرضى عنكم. مسلم. مرحبا شيخي حافظ، كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. حيا الله ام عدنان. السلام عليكم. الله يرضى عنا. أفرغوا عنا الحبس وأطلقوا سراحنا وانتهيت منهم أنا خلاص، وهذا بكتك دائما وأبدا. تفضل شيخي الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. يلا معكم تمام. اي نعم. اسمع الحديث الذي اوردته لك الان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بالتهجم على البنت عمارة عن ابي زرعة عن ابي ابراهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاحبنا من جماعة وديع. اكتم يا حبيبي. يقول شيخ الدوسري رجع الضيف زياد تميمي وين درس انت؟ لا عزيز النت انقطع اعذريني يعني. اللي شبه الدوسري بدك تجاوب على شبه ابن تيميه، يعني راي ابن تيميه يخالف علمائك. كلام العلماء. انت سمعت كلام العلماء ولا ما سمعت؟ لا لحظه معك انا. علمائك ردوا على ابن تيميه لو هذا راي. على ابن تيميه ما ردوا على ابن تيميه، انما اقتبسوا من كلام ابن تيميه. يعني هذا رايهم. طيب يعني هسه ابن تيميه مشبه؟ قول ابن تيميه مشبه عزيزي. قول لي انا ابن تيميه مشبه. اولا نتحاور احنا قاعد نتحاور شيخ. قول لي ان ابن تيميه مشبه وانا اتركك. لا عزيزي هداك الله. هداك الله انت ايضا شيخ. اسمع انت عزيزي انت بس لحظه. لما قال اسمع لما قال الباقر يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ما حكمه؟ هنا ترى المعلومية المجلسي لم يضع خليه يقرأ لك الحديث شيخ الدوسري خليه يقرأ لك الحديث والكتاب أمامنا. صلاح الدين الكتاب أمامك. خلنا دعنا نكمل عزيزي. هاي الامام الباقر يرجع الضمير الى ادم مو الى الرحمن، يرجع الضمير الى ادم عليه السلام. ماشي؟ يقول تجنبوا ضرب الوجه بس. اي انت هسه اريدك تجاوب على ابن تيميه عزيزي. جاوبنا على ابن تيميه. هذا شبه ابن تيميه مجسم مشبه. اسمع هذاك الله لان تدري ماذا قال المجلسي قال اسمع انا اتكلم على ابن تيميه وابو المجلسي. تقدير التسليم الخبر او لم يتعرض لنفيه تقيه. انا قال تقيه. لا عزيزي احنا هسه ما نناقش مجلسي عزيزي. احنا راينا اشياء معروف نرجع الضمير الى ادم عليه السلام. ليش كده بدأت تكلموني؟ خلنا بس اوضح الفكره. هسه اريدك تجاوب على ابن تيميه تقوم. ليش كده بدأت تكلموني؟ خلنا بس اوضح الفكره. هسه اريدك تجاوب على ابن تيميه تقوم. انت حاليا ابن تيميه مشبه.
يا مشكلة انت شيخ الدوسر، انا كنت عاوزة اكبرك فوقع الغلط. لا حاشا يعني شوف شوفي جاي تكتميني، كتبت الدوسر جاي تكتميني. اكتبي اختنا دقيقة بقى. شوف حبيبي، انت كذبت على ابن تيمية. انت قلت بهذا اللفظ ان ابن تيمية يقول اتفقوا السلف ناس. اعطيني هذا الكلام، لا نطلب منهم شغلوا الكام ووريك الحديث. يا تقرأنا الحديث، فهمت؟ أقرأنا الحديث اطلع الجزء السادس 400 صفحة 445 كتاب بيان تلميذ جامعي، كتاب بيان تلميذ جامعي ابن تيمية. الحديث يا عمي، احنا قرأنا يا عمي اقرأ الحديث. يا عمي اقرأ الحديث، لا حول ولا قوة. يا عمي اقرأ الحديث، اقرأ الحديث. ممكن كام لو سمحتوا، ممكن كام لو سمحت. انا 3 مرات قريت كان فوز جنان. كنت اناقش الدوسر، مو انت الدوسر ناقشته وذهب مدى خليك من هذا الكلام اللي ودي ولا يجيبه في فائده. حتى قرأنا الحديث ولا نشرح الكلام. لا انا قرأت راح اعطيك الجزء وصفحه الجزء الرابع 445 بيان تلميذ جميل. انا ما جانيش اشاره على الكام اذا ممكن يعني. يلا جاوب يلا جاوب. ابن تيمية يقول انه مجسم. لحظة زين، اكتم الماء. اذا كنت لا تريد ان تقرأ الحديث تصفح النص. السجنات قرأت اسمع شغلوا لي الكام بارك الله فيك. انا حوريك انا ارسلتك رسالة. لا ما وصلنيش. راح اقرا لك اياه. اسمع تسمعني زين. اسمع انا بسمع. يقول ابن بعد نقل الحديث ايش قال؟ فاتفق السلف على روايه هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن ابي رباح وحبيب بن ابي ثابت والاعمش والثوري واصحابهم من غير تكبير سمع من احد لمثل هذه في ذلك في العصر، مع ان هذه الروايات المتنوعه في مظنه الاشتهار دليل على ان علماء الامه لم تنكر اطلاق القول بان الله خلق ادم على صوره الرحمن، بل كانوا متفقين على اطلاق مثل هذا. ماشي. الجزء السادس صفحه 445 بيان تلبيس الجهميه. بعد يعني هذه 5 مرات قريته. الان من ساعه الدوسري. لحظه ما تتسرع. لحظه الان قرات وقف شوي. باقي الحديث امامكم. باقي الحديث لا مش الحديث، مش هذا اللي بيظهر، ما فيش حديث. على صورة الان تمام، لكن صحيح شوف الكتاب يستدل به صح. يا اخوة الجزء السادس. اقلب الصورة صلاح، اقلب الصورة مقلوبة عندك. ازاي؟ زياد يا رجل اكتم المايك. هكا باين ولا لا؟ شو عندك؟ لا اقلبها. لا هي مقلوبة يا صلاح. كذا؟ الآن ما بيظهر شيء، يظهر فقط النور عندك. المفروض كذا. أكيد. لا كما كانت. لا أول قبل أول اقلبها. لا كما كانت في المرة الأولى. اقلبها. لا الآن بتظهر أنت. بتظهر أنت نافذة. اقلبها بالعرض مش بالطول. اقلبها. الآن أنت اللي بتظهر يا صلاح، أنت اللي بتظهر. وهاك كده أحسن. الآن قربها. ماشي. أحسن. إيش اسم الكتاب هذا يا أخوة؟ إيش اسم الكتاب؟ مدينة خير الدار. مرحبا أخوي. ما هوش الجزء السادس صفحة 373 صح؟ كتاب بيان
تلبيس الجهمية في التأسيس بدع الكلام لابن تيمية، صح؟ الجزء السادس اهو صفحة 373، صح اللي يقول فيه؟ ماشي. الكلام هنا على أبو هريرة، صح؟ في الصحيحين. غير والكلام على ذلك أن يقال في الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزع في الضمير عائد إلى الله فإنه وراه اتفق السلف الصالح أو الحديث، ماشي؟ أو الحديث وراه اتفق السلف الصالح، ماشي؟ ليه ما تقلبت الصفحة اللي بعدها وتشوف ايش قال ابن تيمية؟ وراه اتفق السلف الصالح. اطلع حالي هنا من الكتاب، يلا. وين تكذب على ابن تيمية؟ وين كلمة السلف موجودة هنا اهو. ولم يكن بين السلف، اسمعني، ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في الضمير وعائد الى الله. وين السلف الصالح؟ وين السلف اتفقوا؟ وين ليش تكذب على ابن تيمية؟ ارجع لا مو هذا الحديث، بس هذا قاعد شيء يقول اقرا عدل. الكلام هنا، شوف هذا الكلام الصفحة اللي بعد، الكلام هنا يبدأ عن أبا هريرة، صح؟ في الصحيحين، صح؟ وغيرهم. والكلام على ذلك أن يقال في الحديث لم يكن بين السلف، هي كلمة السلف، صح؟ من القرون الثلاثة نزاع لأن الضمير عائد إلى الله، صح؟ هو هذا تعاد الله. ماشي. انت قلت ان ابن تيمية يقول اتفق اسمع، الضمير احنا عندنا بالضمير احنا عندنا بالضمير استاذ. الضمير عاد الى الله كلامنا احنا. الضمير عاد الى الله مو على ادم. استغفر الله. انت قلت ساعة اعتذر على زلة اللسان، قلت انك كذبت على ابن تيمية، قل انه ما كذبت. الضمير عاد الى الله، الضمير عاد الى الله. افهم يا عبقري. انت قلت ان ابن تيمية يقول اتفق السلف الصالح على ان الله خلق آدم على صورته، صح؟ هذا الكلام. نعم قلته بالكتاب الأصلي. هذا جاء موقع انترنت، هذا موقع انترنت شيخ. على ابن تيمية لا ما تقدر تقول نفسه، قاعد يقول نفسه، يقول يرجعون الضمير على الله، يرجع الضمير على الله. يا عيني شوف انت قريته. انا حجاوب اقول لك شو تجاوب بعد كلمة الضمير انت ما تفهمها اصلا، فهمت؟ انت كلمة الضمير ما تفهمها اصلا. هل تعتذر على كذبك على ابن تيمية تقول ان اتفقوا السلف الصالح على ان صورة هي ما كانش هنا الصورة اصلا. زيد هي ما كانش هنا الصورة. انا اشكرك والله اشكرك. الحديث ما كانش الصورة على صورة آدم ولا صورة الله، هي ما مش موجودة اصلا. انا اشكرك.